يا أبناء شعب الأبطال، أيها الصامدون الذين صمدتم طيلة عام ونصف ضد هذه الهجمة الإمبريالية علينا. كما شاهدتم فإن جميع دول العالم قد انقضت علينا، وذلك بسبب أننا نحن رعاة المقاومة، وبسبب مواقفنا في فلسطين وفي جنوب لبنان وفي بقية مناطق المقاومة. نعم، هم اليوم قاموا بعمل شنيع، قاموا بتفجير إرهابي بالتعاون مع الموساد الإسرائيلي. نعم، هم قتلوا الكثير من ضباط الأزمة، نعم هم قتلوا الصف الأول من ضباط الأزمة، ولكنكم أنتم باقون هنا، أنتم صامدون. نعم، أنا سأرحل وسأترككم لمصيركم، ولكنني أعلم أنكم ستكونون على قدر هذا المصاب. أنا مضطر أن أنسحب وأن أترك هذا البلد بسبب أن لدي أطفال، وبسبب أن لدي زوجة، ولهذا وبسبب أنني يعني مقصود أو مستقصد في هذه الأزمة، لأنني مستهدف في كل ما يحدث. لذلك أنا أترككم لمصيركم. أعرف أنكم أقوياء وستهزمون يعني في أول معركة، لذلك اذكروني، وأنا إذا لم تذكرني اذكروا البوط العسكري، وأنا أحبكم جميعا. بشار حافظ الأسد.